مش كل أحلام الكوارث بتكون نهايتها مؤلمة، في منها اللي بتكون نهايته سعيدة، وده اللي هنعرفه في حكاية النهاردة. بطل قصة النهاردة هو اسمه جوليوس ديتمان، وكان ديتمان عنده محل صغير في شارع انتاريو بكليفلاند بولاية أوهايو. وفي إبريل 56 بدأت مؤسسة كليفلاند للجراشات إن هي تبني مبنى ضخم جدا جنب المحل بتاعه بالظبط. وفي ليلة نام ديتمان بعد يوم مرهق في الشغل، وحلم إن مبنى الجراشات اللي موجود جنب المحل بتاعه وقع على المحل بتاعه ودمره وحوله لكوم من التراب. الحلم كان قوي جدا وواضح مفيهوش أي شك، لدرجة إن ديتمان أول ما صحي من النوم على طول راح على شركة التأمين ووقع وثيقة تأمين على المحل بتاعه بقيمة 120,000 دولار، بشرط واحد في العقد هو اللي حطه، إن المبلغ ده يدفع في حالة حدوث أي شيء يعطل العمل في المحل. وفي نفس اليوم، يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر يوم 6 إبريل سنة 56 استلم وثيقة التأمين. تاني يوم الساعة 8 صباحا انهار المبنى بتاع الجراج قدام محل ديتمان، وأمرت السلطات المحلية بإزالة مبنى الجراج أو اللي باقي منه، وطبعا إغلاق محل ديتمان لحين الانتهاء من أعمال الإزالة. وده خلى شركة التأمين مفيش قدامها أي حل غير إن هي تصرف مبلغ الوثيقة اللي هو 120,000 دولار.